خد مني بنتي وقال لي انت عايزاها تطلع مجنونة زيك، وسابني واتجوز عليا لما شكلي اتغير من الأدوية، واكتشفت إن سلفتي هي السبب. سلفتي عملت لي عمل بخراب البيت. ده اللي قالته زوجة قدام القاضي في محكمة الأسرة لما جوزها رفع دعوة حضانة واتهمها إنها تعبانة نفسياً. وقفت الزوجة وهي منهارة وبتترجى القاضي يرجع لها بنتها اللي طلعت بيها من الدنيا. حكاية الزوجة دي مش مجرد مشكلة بينها وبين جوزها، لا، تفاصيلها مؤلمة وخاصة باللي عملته سلفتها فيها. يعني المشكلة الكبيرة جواها مشاكل أكبر. فيا ترى إيه حكايتها؟ خليكم معانا لآخر الفيديو. أنا حياتي اتدمرت، التعب النفسي خلاني هشة، وزي ما تقول كده يا سيادة القاضي مخوخة من جوايا. مش بس حياتي أنا كأم، حتى حياة بنتي اللي لما تكبر مش هتعرفني خالص. أنا مش مجنونة ولا عقلي راح مني زي ما هو بيقول، أنا كل الحكاية إني اتأذيت ومن زمان وأنا ما كنتش واخدة بالي. كنت بقول مشاكل زوجية ومين ما عندهوش مشاكل، لحد ما اكتشفت إن المشاكل والخلافات دي بفعل فاعل، والفاعل سلفتي. تخيل يا سيادة القاضي حد يأذي حد بالشكل ده ويدمر حياته. أنا عمري ما عملت فيها حاجة وحشة، العكس، قريبة منها، ويمكن دي غلطتي إني كنت بحكي لها على اللي جوايا، وخاصة الحلو اللي في حياتي. اللي قلبته هي المر، شكلها غارت مني فقررت تدمرني وتخرب بيتي. أنا بقالي 5 سنين متجوزة وعن حب، وبعد الجواز بسنة خلفت بنتي وعندها 4 سنين. كانت حياتي مستقرة إلى حد كبير، وعشنا أوقات حلوة كتير جدا، أسرة صغيرة، كان بيحبني قوي وبيخاف عليا من الهوا الطاير. ولكن فجأة حياتنا اتقلبت رأسا على عقب، وبقت كلها مشاكل مع زوجي، ويتعدى عليا بالضرب والإهانة. حتى علاقتي بأقرب الناس ليا اتدمرت، بقيت أتعامل مع أمي بقلة ذوق، والغريب إن أنا مش كده خالص، بقيت أستغرب أصلا ردود أفعالي، وحالتي النفسية بقت سيئة جدا، وقررت إن أنهي حياتي أكتر من مرة بسبب الضغوطات اللي بعيش فيها. أهلي خدوني عند عراف وكانوا شاكين إني معمول لي عمل، وفعلا شكهم طلع في محله، واكتشفنا إن سلفتي عملت لي عمل بالخراب ومفارقة الحياة، وفعلا اللي خططت ليه حصل. الزوجة ما كانتش قادرة تقف وملامحها منهكة، والتعب النفسي خد منها كتير، وبدموع بتنهمر من عيونها قالت شفت كتير وتعبت، وزوجي كان بيضربني علشان يسيطر عليا. عانيت أكتر من 3 سنين، وبعد ما خفيت شوية وأبطلت العمل ده لسه آثاره مدمراني. بقيت أعاني من الاكتئاب، وأخدت أدوية كتير جدا، والكورتيزون غير شكلي وملامحي خالص، وده كان تلكيكة جوزي إن ما بقيتش أنفعه. زي ما تقول كده يا سيادة القاضي خدني لحم ورماني عظم، وطلقني، وعلشان يقهرني أكتر قال لي هتجوز. قلت هو مش مهم، واللي خدته القرعة تاخده من الشعور. لكن الصدمة الحقيقية ليا إنه أخد مني بنتي ورفض إنها تعيش معايا، وقال لي أنت عايزاها تطلع مجنونة زيك، ورفع دعوة حضانة وقدم أوراق في المحكمة بإني دخلت مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وما ينفعش يسيب البنت معايا، رغم إنه عارف كل التفاصيل وعارف إني مش مجنونة، أنا نفسيتي تعبانة. فبدل ما يقف جنبي زي ما وقفت جنبه في أصعب ظروفه، كمل عليا الألم النفسي ورماني وحرمني من بنتي. الزوجة دي مش قدامها حل غير إنها تثبت إنها مش مجنونة، وكل الحكاية إنها تعبانة نفسيا بسبب اللي مرت بيه في حياتها واللي شافته من جوزها وسلفتها، وهي منتظرة الحكم دلوقتي لأن القضية ما زالت قيد البحث في المحكمة، ولأن المحاكم حبالها طويلة والقضايا بتجيب قضايا، فهي مش عارفة مصيرها إيه. يا ترى هتشوف بنتها قبل ما تفارق الحياة ولا خلاص كده؟ الحقيقة إن قضايا كتير بتترفع ضد زوجات علشان تكون الحضانة للأزواج بدون ما يفكروا في نفسية الأولاد خالص، وبيضيعوا وسط الخلافات والقضايا دي. فيا ترى هيكون مصير البنت إيه؟ مستنيين مشاركتكم معانا في التعليقات، وقولوا لنا آرائكم.